عدنان، اسماعيل محمد يستلم كرة مرة أخرى، سعد قيس إلى جهة اليسار، وغانم عريبي. غانم تنقطع من الفريق الأردني، عصام التلي سيطر عليها باسل جورجيس، أحمد راضي ممتازة، وهجم الفريق العراقي. احتيان الهدف الأول يسجل الفريق العراقي في الدقيقة 3. الفريق العراقي حسين سعيد يسجل الهدف الأول في الدقيقة 3 من المباراة. مناولة بديعة انقطعت من إسماعيل محمد إلى صادق موسى إلى حسين سعيد اللي يسجل الهدف الأول للفريق العراقي. النتيجة الآن الفريق العراقي متقدم بهدف واحد مقابل لا شيء للفريق. وتنقطع عدنان الترك، والى ضربة زاوية، ضربة زاوية للفريق العراقي. ضربة زاوية ونهض اللاعب ابو عابد، وضربة زاوية للمنتخب نهض اللاعب عدنان الترك، وضربة زاوية للفريق الاردني. اللعبة ضربة الزاوية وجول. فتاح اللاعب جمال ابو عابد سجل هدف التعادل في الدقيقة 42. دقيقة 42 جمال ابو عابد سجل هدف التعادل. جمال ابو عابد يسجل هدف التعادل في الدقيقة 42. وفاني من سياق الكلام قلت ما ارتاح الكرة تكون في مكان واحد لمدة دقيقتين 3. نتيجة الآن هدف واحد للعراق مقابل هدف واحد للأردن. ضربة وعدنان درجان. حسين سعيد مناولة روحي تضيع حرامات. ليث يتراجع بسرعة، وجمال ابو عابد وباسل جورجيس وحسين سعيد. حسين بنالتي. ضربة جزاء، ضربة جزاء للمنتخب الوطني العراقي في الدقيقة 39 من الشوط الثاني. ضربة جزاء للمنتخب الوطني العراقي. ما توقف الطوبة. وحارس المرمى عزت هاشم وحسين سعيد. وصفر يتقدم حسين. ضربة خفيفة. حسين حارس المرمى يخلص المرمى الأردني من ضربة جزاء. يا حسين لا قوية ضربة حسين. ضربة زاوية للفريق العراقي. يعني بحال اللاعب مصاب. جول حسين يسجل الهدف الثاني. ضربة الجزاء ما طلعت، والهدف الثاني يسجل من ضربة جزاء من ضربة زاوية. ليش يا ابويا من الاول وخبنا وخلينا. نتيجة الان هدفين للعراق مقابل هدف واحد للاردن، والفريق العراقي ضيع ضربة جزاء. طبعا لو ما ضيع ضربة جزاء ما تصير ضربة الزاوية، لو ما تصير ضربة الزاوية ما يصير الجول، فيعني هسه متعادلين. يعني لعبة الكرة لا من الاول لعبة تخمنها ابو عمر، ما يصير يعني تموت قلبنا وتموت قلب المشاهدين وتخلينا. على كل النتيجة الان هدفين للعراق مقابل